الساعة دلوقتي 2 الفجر. انا قمت عادي عشان اشرب مية، فايدي جت على التلاجة. معنى ان ايدي تيجي على التلاجة يبقى يحصل جريمة. فتحت التلاجة لقيتها مستنياني. قعدت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا بنتي ادخلي نامي مفيشي. هي قالت لي هتاكليني دلوقتي، يعني دلوقتي. جبت بقى فلفل سبايسي وفلفل عادي وطماطم وبصل، وهنقطع كله مع بعضه مكعبات صغيرة جدا جدا. هنا انا كنت مزودة الكمية شوية، فاكتشفت في نص التقطيع كده ان الكمية كتير، فمش هحطها كلها. انا هاخد بس الفلفل اللي انا قطعته ده، وهاخد نص بصلاية وطماطمية واحدة. انا الرنجة يا جماعة بعشقها، هي والفسيخ والسردين. مين زي كده بيحب الرنجة؟ ويا سلام بقى لو عدب وفيها البطروخ المرمل. البطروخ بتاعها ده يا جماعة كافيار، ده كافيار الغلابة. هيطلع حد بقى دلوقتي يقول يا رنجة يا فسيخ يا ايه يا جماعة، يا ايه يا جماعة، ده احلى اكل. هنا بقى خلصنا تقطيع الخضار اللي عندنا كله. يلا بقى نخلي مع بعض الرنجة. قطعنا الراس وقطعنا الديل، وهنفتحها بقى من الظهر من ورا عشان نعرف نطلع الشوك منها. وبنخليها بالشكل ده كده كله من الظهر، وبننضفها كويس بقى من اي سفة موجود فيها، وهنقطعها مكعبات. واحنا بنقطع كده اي سفة يقابلنا بنشيله. هنقطع بقى الرنجاية كلها، وهنحط عليها بقى يا جماعة ليمون وكمون وطحينة بيضة وطحينة حمراء. انا هنا ما كانش متوفر عندي الطحينة الحمراء، فالطحينة البيضة كانت تقضي الغرض يعني. وشوية زيت زيتون، وهتاكلوا احلى سلطة رنجة والله يا جماعة، جميلة جدا. يلا بقى كوباية شاي بالنعناع، والاكلة كده تبقى كاملة. هنا بقى كنت بدوق معاكم، رهيبة رهيبة رهيبة. العيش ده عيش مخبوز مخبوز في الفرن. يلا بقى شجعونا بلايك للفيديو واشتراك للقناة.